أشياء إن لم تفعلها فلا تسأل عن سبب قلة دخلك وتأخرك عن النجاح في حياتك. أول حاجة، استعد جدا وابحث عن الفرصة. احنا دايما بنقول إن الحظ بيساوي استعداد زائد فرصة. اسأل نفسك كده واكتب بالورقة والقلم. أول حاجة، إيه هي الفرصة اللي بتتمناها؟ طيب فين وإزاي ممكن تلاقي الفرصة دي؟ هل هتقدر تصنعها بنفسك ولا محتاج عوامل مساعدة؟ طب لو محتاج عوامل مساعدة، يا ترى إيه هي العوامل دي؟ انتوا عارفين في تقنية اسمها تقنية المصعد. يعني لو انت طالع مصعد مثلا ومعاك شخص مهم جدا او شخص قادر، يعني ممكن يساعدك جدا باي شكل، يعني يساعدك في انك تحقق احلامك. يا ترى هتقدر في ثواني معدوده يا دوبك عقبال ما تطلعوا مثلا للدور السابع او الثامن مع بعض في مصعد واحد تقول له ايه هي احلامك وايه هي مشروعاتك وايه اللي ممكن الناس تستفيدوا من المشروعات دي؟ يعني هل هتقدر تخليه يساعدك؟ هتقدر ولا انت اصلا مش عارف لحد دلوقتي توصف الفرصه اللي انت مستنيها؟ ما هو لو انت مش عارف توصفها وتحددها اكيد يبقى عمرها ما هتجيلك، صح ولا لا؟ يعني احنا بنتكلم عن العوامل المساعده، وانا بتكلم عن العوامل المساعده. مش عيب ابدا اني ادور على علاقات اجتماعيه او ادور على شراكات ويكون عندي مهارات تواصل مع ناس ممكن تساعدني في اني احقق طموحاتي واني الاقي الفرصه. مش عيب ابدا على فكره، بالعكس. تاني حاجه، خصص وقت للتفكير واحترم الفكره. إيلون ماسك لما سالوه عن سر نجاحه الفذ ابتسم وقال السر هو اني بخصص وقت للتفكير. في كل صبح، في كل صباح بقضي، طبعا ده كلام إيلون ماسك، بقضي 45 دقيقه على الاقل مغلق العينين ومستغرق في تفكير عميق. ودي مش جلسه تامل، يعني مش مديتيشن، دي جلسه تفكير. احيانا يعني بيحلل تحديات العمل، واحيانا بيفكر في اسواق جديده، واحيانا بتلاقيه بيفكر في طرق جديده ممكن تمكنه من التطور والنمو على يعني على المستوى الشخصي والمهني. تمام؟ تخصيص الوقت الكافي للتفكير استراتيجيه رائعه جدا للنجاح بشكل عام في الحياه او في الاعمال. كتير بيقضوا افضل ساعات ايامهم منهمكين في العمل ومستغرقين في اداء الجانب الاجرائي من الاعمال، لكن ما بيدوش لعمليات التفكير العميق والبحث والتخطيط الوقت الكافي. مع ان للعلم اهم مكون من مكونات النجاح هو اختيار المسار الجيد، وده مش هيجي الا بالتفكير العميق. بيتر دراكر خبير الاداره عبر عن الكلام ده ببراعه وقال: لا شيء اقل نفعا من ان تتفنن في اداء ما لا يجب اداؤه على الاطلاق. علشان كده بنقول ان اول مكونات النجاح الاول على الاطلاق، لسه كنت بقول من شويه، هو اختيار المسار الجيد، وان انا اشتغل على المسار الجيد ده بجديه، وده تاني مكون. يعني عندي موهبه او عندي مهارات لكني منهمك في وظيفه مفيش من وراها اي عائد، او بتفنن في اداء اعمال روتينيه مفيش منها اي نفع، هو ده. تالت حاجه، اهتم بالمعرفه والبحث والدراسه. عليك انك تكون دارس جيد وبارع في مجالك، اتعلم مهارات جديده في تخصصك تخليك عندك قيمه مضافه على اقرانك. حاول تحصل على اي تعليم يمكنك من انك تكون خبير متخصص. شوف اللي سبقوك في مجالك وتعلم من نقاط قوتهم وابتعد عن اخفاقاتهم. احضر المعارض والملتقيات المتخصصة علشان تتعرف على الجديد في مجالك. هو ده. التهم كل ما يمكنك التهامه من القراءة والمعرفة والدراسات الحرة على قد ما تقدر. خد دي كمان، ألف كتاب. انت اصلا لما يعني تملى عقلك بافكار ضخمه واراء متالقه، ده هيفتح لك الباب ان انت تالف كتاب. الف كتاب في مجالك بغض النظر عن كل اي اعتبار، اي مجال او اي يعني اي انسان عنده شغف في مجال معين يقدر يالف فيه كتاب، وهيعود عليه بنفع كبير جدا 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 على المستوى المعرفي وعلى المستوى التسويقي وعلى المستوى الادبي وعلى مستويات كتيره جدا. رابع حاجه، لازم يكون عندك خطة
ركز فيها على نقاط قوتك الحالية. طبعا معظمنا يعرف الدراسة اللي عملوها على عينة من 100 طالب في السنة النهائية بجامعة هارفارد. يعني سألوهم كل واحد عايز يبقى ايه بعد 10 سنوات، كان جواب الجميع انهم عايزين يكونوا اغنياء وناجحين ومؤثرين في عالم المال والاعمال. 10 طلاب بس حطوا اهداف محددة وفصلوها وكتبوها. طبعا الدراسة زي ما قلت يمكن معظم الناس عارفة الموضوع ده، الدراسة لقت ان ثروة ال10 دول بتعادل 92% من اجمالي الثروة اللي بيمتلكها ال100 بعد 10 سنوات. فعلشان كده فكرة التخطيط، فكرة انتوا عارفين حتى التدوين بالورقة والقلم شيء مهم جدا على فكرة. تدوين الأفكار بشكل مستمر. لازم تكتب قائمة بالأشياء اللي المفروض هتعملها النهاردة والحاجات اللي المفروض هتعملها خلال الشهر، وتحدد الأولويات وتشطب على اللي انت عملته. أنا واحد من الناس ما أقدرش أقعد لحظة من غير تدوين ومن غير ما اشطب على المفروض اللي عملته وايه المتبقي بالنسبة لي. التدوين يا جماعة شيء مهم جدا. زي ما قلت لازم احط مهام يومية واهداف بالنسبة لي واهداف الشهر ومهام واهداف السنة بالكامل. انا كان ليا حظ اني اتعاملت عن قرب مع اكتر من شخص من كبار المؤثرين على مستوى العالم، لقيتهم كلهم بيدونوا بشكل مستمر. التدوين بيخليك تفرغ افكارك، بتفرغ افكارك على الورقة. انت لو عندك فرخة مثلا حاططها في الفريزر مش هتقدر تطلعها وتاكلها على طول، لازم تخرجها الاول وتجهزها صح ولا لا وتطبخ. هو ده التدوين، ده تدوين الافكار وكتابه الافكار والسعي ورا الافكار لحد ما تتحول فعلا لمشروعات حقيقيه. ان شاء الله انا هعمل فيديوهات كتير عن موضوع تدوين الافكار وليه معظم الافكار ما بتدخلش حيز التنفيذ. وطبعا ده مبدئيا لانها ما بتمرش بمرحله دراسه المشروع، ده هنتكلم عنه لاحقا. طبعا هي بتبدا بخاطره وبعدين فكره. اصحاب التفكير السري في الاعمال يعني لازم يسالوا نفسهم مجموعه من الاسئله واللي ممكن تكون مفيده جدا في توضيح الغرض والقيم والرؤيه من مشروعاتهم. طبعا ده برضو موضوع ممكن نبقى نتكلم عنه بتفصيلات كتيره. يعني زي مثلا ايه الهدف الاسمى لمشروعي، ازاي هيكون النجاح الحقيقي للمشروع بتاعي، ايه اللي انا احب ان انا احتفل بيه في نفس الوقت ده السنه الجايه، ايه اللي ممكن يخلي مشروعي ناجح في الوقت الحالي، ايه اللي يخليه ناجح عبر الوقت، ايه اللي مشروعي هيكون مشهور بيه، ايه هو دوري وازاي هقضي وقتي، ايه ابرز سمات المشروعات اللي بفضلها وبتمنى اني اقلدها، ايه سمات المشروعات اللي اتمنى ان انا اتجنب كل السلبيات بتاعتهم، ايه هي قيم الجوهريه واي من القيم دي يعني ليه صله كبيره بمشروعي. طب ايه نقاط قوتي الرئيسيه واي من النقاط دي ليه صله كبيره بمشروعي. طيب لو كل حاجه مشيت على ما يرام ازاي هيكون شكل مشروعي في غضون 5 سنوات. طب لو كل حاجه مشيت على ما يرام ازاي هتكون شكل حياتي في غضون 5 سنوات. واحنا بنتكلم عن التخطيط لازم تركز على نقاط قوتك الحاليه. لسه كنت بتكلم عن موضوع نقاط القوه وان انا لازم اركز على نقاط قوتي الحاليه. وظف كل ما لديك من مهارات ومواهب وامكانيات. اينشتاين بيقول العبقريه هي ان تعرف نقاط القوه لديك وتفعلها.